ودعت مدينة الصويرة اليوم شبانها الأربعة من محبي فريق الوداد البيضاوي بعدما لقوا مصرعهم مساء الأحد في حادثة سير على مستوى منطقة الصويرية القديمة جنوب آسفي خلال عودتهم من المدينة بعد متابعتهم لمباراة فريقهم المفضل الوداد البيضاوي ضد فريق الأولمبيك المحلي بملعب المسيرة. محمد أمين نوري. عددهم فاق بقليل 3000 مشجع من أنصار الوداد حجوا من مختلف المدن المغربية لمؤازرة فريقهم أمام مضيفه أولمبيك آسفي في مباراة انتهت بما انتهت به. من بين من عادوا أدراجهم هؤلاء جمع بينهم حب الوداد لتفرقهم طريق وطنية ربطت آسفي بالصويرة حيث انتظرهم القدر المحتوم. حزينة هي الصويرة بعد أن فقدت 4 من أبنائها في حادثة أليمة، فكانت الجنازة مهيبة والمصاب جلل، دموع أم مكلومة وأصدقاء فقدوا أعز أصحابهم. الخيط اللي مشرق هو يخيطه، جا الضيف وقف معاه، جا الخصم صالحوا، جميع اللي هي كاينه قدها ولدي السي محمد. السي محمد ما كانش بحالو وليداتي. راه ما نقدرش نوصف لك واحد المكانه عندهم عند الناس وعندنا، راه ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. الدري ظريف والناس كيعرفوها لا اله الا الله، راه الدراري هما صحابو يعاودوا عليه كل شيء، ودايما الله بغاه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آلت الرحلة إلى مآل مأساوي، كانوا 5 أصدقاء على متن سيارة فقد سائقها السيطرة لتؤدي إلى مقتل 4 شبان ونجاة من كان وراء المقود الذي لا يزال يتلقى العلاجات بعد أن أصيب على مستوى العمود الفقري. تقريبا جريمة وأنا غادي بشي 70 60 هكذا، كانت نيشفي ديال الضبابة. صافي اتصلت واحد الفيراج فيه الطراب ديال الشتا كتير، دوك الحدبات كتير ضربوا فيهم البنوات، صافي مبقاش نتحكم في الطوموبيل، ضربوا فيهم البنوات صافي مبقاش نتحكم في الطوموبيل، صافي هربت بينا الواد.